هذه وقفة احتجاجية على تصفية وضعية. نعرفوا برواحنا نحن عمال الحضارة الجغرافية بولاية الكاف، الكاف الغربية. لذا نحن الوقفة نتاعنا وقفة سلمية نحتاجوا على تصفية وضعية. الوضعية واش تطلب شنو؟ يعطونا كرنيات نتاع دواء، ما عندناش كرنيات نتاع دواء، ولا قصاص. يعني اللي يجيب في 25 يوم، هي المفروض 26 يوم ولا كذا، نجيبه في 25 يوم، تمشي باش تخلص تلقى في 16000 18000 14000 قصار. وهذا هو واش طالبين. نحن طالبين تصفية وضعية. يشوفوا فين؟ يشوفونا قداه من 1000 بشر مش نتمتعوا حتى بحق، حتى حق لا نتمتعوا به. القصان يقصوا به، كل واحد يقص عليه 13 14000 و15000 هكاك. معناها ما نعرف على شيء، مانا نخرجوا تحت الحيط كي نخدموا عند فلاح، ماناش نخدموا معناها عند الدولة. دولتنا ما فهمناش احنا علاش ما يعطونا ما يثبت علاش يقصوا فيه. القصان هذه ترى ثم كرني، ثم روتريت، ثم شيخوخة، ثم حاجة من الحاجات. أنا من 87 وأنا نخدم الحديقة. العمر هذا أنا تو في معناها في 62 سنة. مش نلقى من بعد للروحي ولا لاولادي بعد. اذا كان متنا لاولادي على الاقل، على الاقل ما يمكن دخل اللي باش يقول بعد عليه يا رسول الله. انا ناس عندنا مشكله اخرى ثاني في الزيادات. يعني عندنا زياده في 2013 ما خذيناش، زياده في 2015 ما خذيناش، والزياده اللي خليني يعطيها لها رئيس الحكومه زياده مع الكرني. خذينا الزياده والكرني ما خذيناش. ما خذيناش شيء. وثاني حاجه تاع العمال، تو كل عام نهار 26 حتى نهار 28 يبدا ما يرقدش في الليل، يستنى نهار الشهر من المعتمد باش ينحيه، يبدا يخمم يا نرجع الشاطئ شهر الله يا ما نرجعش. ما فهمناش. نحن نخدموا عباد تخدم عند فلاح، يعني وقت ما عندش عنده فلوس يقول ما تمش خدمه. هذه مشكلتنا الوحيده هذه. وحقنا في التغطيه. رئيس الحكومه وقت عطانا الزياده عطانا التغطيه مع عطانا الكرني ماناش في التو. بالنسبه للزياده اللي زادوها لنا، عطوها لنا باليمين ياخذوها باليسار وكهو. تو انا واحد من الناس عندي 4 صغار، فهمت؟ نلقى 18000 مقصوص نتاع شنو؟ يقول لك هو العازب مثلا نقصوا عليه في برشا والمعارف نقصوا عليه في شويه. لا سيدي هذه مش صحيح، فهمت؟ انا قاسين عليه 18000. وحكايه الكارنيات هذه والرابير كي عطونا زياده، علاش ما يعطوناش رابير مثلا؟ السنتي اخر شهر تاخذ 270، تاقي زازا قال الخضراء وتاقي العطاء تاقي كذا الماء زو ما يخلصوش، وتزيد تقص عليه من فوق هم 250. سوريتي 4 قال 6 صغار، قال الام والبو و4 صغيرات. 250,000 هذه تكفيهم لبس. انا عندي بنتي في الليسي والاخرى في الاعداديه وواحده في الابتدائي، يكفوهم باش يقروهم ولا؟ زيديهم الضوء، زيديهم والله 120 دينار ضوء، والله 120 دينار ضوء. مش تخلص هذه. انا ندير ما نخلصش، خلي يقصوا الضوء. ما نقاليش الصغار يقولوا قال التعليم مجاني. تمشي على النار، تمشي على النار. تمشي كراسه كانت ب 125 فرنك تلقاها ب 500. كتاب كان بدينار ب 1500 ولا ب 2500 وب 3000. مش يوصل الواحد 8000. انا ناخذ في كراس ناخذ فيها ب 15,000 كراس. كيفاش باش تخلص هنا؟ 250,000 ولا ب 300. فما ناس تاخذ في 1,500,000، تاخذ في 1,500,000 ومليون وعندها صغير 2 ويقول لك ما كفاتنيش. فما بالك نحن 270. انا حاجه واحده، أنا 270. انا حاجه واحده نحب نوجهها للمسؤولين. نحب نوجهها للمسؤولين نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في الزواج. راه كل شيء فاني فاي. مش انا مثلا ناخذ في 300 دينار ما تقص عليه في 18، وواحد ياخذ في 1,500,000 ما تقصش عليه. انا ندرى حلال ولا حرام؟ احنا الثوره ذي شكون عملها؟ عملها الزوال باش يتحسن مستواه شويه. ما تحسنش، ما تحسن حتى شيء. تو سمح، ثم موظفين كانوا ياخذوا ب 500-600 ولا ياخذوا ب 1,000,000 البطال قاعد هو حتى عملوا لنا خدمه شوانة الحذاء مضيعيننا فيها. ما فيها حتى شيء والله العظيم. انا خذيت 268 دينار بالضبط، فهمت؟
قسما بالله زدت تسلفت باش خلصت العباد. ولذا بالنسبه لنا نحن الناس اللي كبار هكذا قاعدين يخدموا فينا شهر بشهر، علاش هو الحل هذا عندنا؟ واحنا الناس كلها قاعده تتخدم وقاعده تكتب الحكم، نحن اصحاب العائلات واصحاب الصغار واللي عندنا في الجامعات واللي عندنا في التلامذه في المدارس وعندنا زوجات اللي في البيوت، علاش احنا ما يعملوش لنا حل ثاني ويجوا يقدموا لنا يد المساعده اقل شيء، لانهم مثل يد المساعده للناس هذه ما همش يجوا هنا يخلوهم يخدموا فيهم شهر بشهر ولا يخدموهم هكاك في البازار، يلزم يمدوا لهم يد المساعده ويخدموهم بصفه كيفهم كيف الناس الكل ومن غير ما يتلاعبوا بعقول الناس. احنا جبنا ثوره واحنا اللي قمنا بها الاعمال هذه، ما يجوش يتلاعبوا بنا، احنا خادمين تابعين وزاره الفلاحه من عام 80 خرجونا عام 87 جينا عاودنا ودخلنا نخدموا تابعين وزاره الفلاحه كيفنا كيف في الشواني بهالزوز مليمتر، واللي هم ما هم سادين لنا حتى شيء. صغار قاعده تتقارب الجامعه وصغار تتقارب المدارس، الصحه تعبه، الطرقات والماء مثلا كيف كيف، الضوء كيف كيف، وعايشين عيشه مهنه. والنقل اللي هما قاعدين متمتعين به في المدن ومتمتعين بالبلاد، احنا في الارياف حتى بهيم ما عندناش كيفاش نمكنوه. ما ينظروا لينا احنا بعين الرحمه هيك ويمدونا يد المساعده، ما يبقوش ديما هم يخدموا كان على جهه برك.